اذا تريد تجمع كل مواقع الذكاء الصناعي بجهاز واحد، هذا الجهاز راح يلمهم كلهم. اخذ صوره، اختار الستايل، تونس بالتفاصيل. طبعا المحتوى تقدر تطلع من صوره واحده او صورتين، هاي هي الايمج تو فيديو النسخه الثانيه. الميزه اختلفت عن العام شغله واحده، بكل بساطه هسه اغلب الستايلز بيهن توجيه او برومتنج، هيش تقدر تضبطه يدويا او حتى تاخذ من الترندات اللي موجوده على النت. رغم كل النتائج الحلوه اللي دا يطلعها المحرك، بس يعني تقدر حتى لو بدون خبره هم تعتمد عليه. تقدر تحول له صور خارجيه وتشتغل داخل الجهاز، مثل الفيديو هذا اللي شفتوه بالبدايه. غير الجهاز ملغى الذكاء الاصطناعي، وين ما تريد تروح ما راح تلقى شركه ثانيه تعطيك هيج منصه اي يطلع لك شغل، سواء بانتاج المحتوى او المحتوى نفسه. مثلا شاشه اموليد فلات حواف 1:1، مثلا سطوع تقدر تحصل 8000 نتس، مثلا بي دبليو ان 3840، مثلا 120 هرتز تردد شاشه، مثلا والله هواي. بس شاشه جهاز فلاج شيب بيدك، تصميم الجهاز، لون الجهاز، واي ادري خبصتنا خبص وين ما اروح بس اذا واحد يرجع على غير لون مثل اللون الاسود، الهويه مال الاونر تطلع بوجهه. نبذه كلش بسيطه عن الاونر 600 وحشو الاي اللي هوايه كلش بيه.